ازاي اكتشف جريمة في بيته أدت لموته؟ القصة الكاملة لأشهر مطرب في الثمانينات عمر فتحي. في 11 فبراير عام 1952 بيتولد محمد عبد المنعم عبد الله. أصل عمر فتحي ده كان اسم الشهرة لأب بيشتغل مهندس في السكة الحديد. عمر كان أخ لأربع إخوات تانيين، بس عمر كان دايما حاسس بالمسؤولية تجاه إخواته. خلص عمر الثانوي ودخل معهد العالي للموسيقى العربية، لأن عمر كان مهووس بحاجة اسمها الغنى. ولحسن حظه لما خلص عمر المعهد ودخل الجيش ما بعدش عن أكتر شيء بيحبه وهو الغنى، لأن في الوقت ده كان الجيش بيعمل حفلات للجنود وكان بيخلوا عمر يغني فيها. وبعد ما خلص عمر الجيش كان كل تفكيره ازاي يحقق مستقبله وطموحه في الغنى، فانضم عمر لأحد فرق الفنون الشعبية. وفضل عمر يجري ورا حلمه لحد ما شافه الشاعر عمر بطيشة وسمع صوته وانبهر بصوت عمر لدرجة ان اداله اسمه وقال له انت من النهاردة هيكون اسمك عمر. ومش عمر بطيشة بس اللي ادى لعمر اسمه، لان المخرج فتحي عبد الستار قرر هو كمان يدي لعمر اسمه. الظاهر ان عمر كان بيتحب من كل اللي يشوفه وبقى اسمه عمر فتحي. المخرج فتحي عبد الستار شاف ان عمر عنده موهبة كبيرة جدا وقرر ان عمر يمثل في التلفزيون، وفعلا بيشارك عمر اشهر الفنانات في الوقت ده زي شريهان ويسرى العديد من الاعمال الفنية، وبيشارك اهم النجوم في الوقت ده. ونجح عمر في التمثيل لأدائه البسيط، وربنا اداله قبول خلى كل الناس تحبه. وفعلا بيقدم عمر أعمال حققت نجاح كبير جدا في الوقت ده. مش بس دول اللي صدقوا موهبة عمر فتحي، ده صلاح جاهين وسيد مكاوي شافوا ان عمر مش مطرب عادي، لان عمر كان بيقدم لون مختلف من الغنى وما كانش بيقدمه حد غيره من المطربين في الفترة دي. قدر عمر يحقق نجاح كبير وشهرة فاقت كل التوقعات، لدرجة ان هم اطلقوا عليه المطرب الاول في الفترة ما بين 1975 لحد عام 1985. صلاح جاهين قال عنه انه ألفت جيله. وتقريبا عمر فتحي خلال فترة ظهوره كان أكتر مطرب حصل على ألقاب زي صوت المرح، صوت الشباب، ونجم الجيل. عمر فتحي كان أول مطرب يغني بالبنطلون الجينز والتيشيرت. عمر كان شخص محبوب جدا من زمايله ومن جمهوره اللي كانوا بيتخانقوا عليه عشان يجيبوه في الأفراح. وعلى رغم نجاح عمر الكبير وشهرته الواسعة، إلا إن الفلوس ما كانتش بتهمه ولا في حساباته الفنية، لدرجة إنه كان أقل المطربين أجر، وده طبعا كان بيسبب مشاكل كتير جدا لناس تانية، لدرجة إنه كان بيقال إن في مطربين كانوا مشهورين بس ما قدرش يبان نجاحهم في وجود عمر، وما حققوش الشهرة والانطلاق غير بعد وفاته. عمر فتحي ملحقش يتهنى بحياته ولا بنجاحه وشهرته، لأن في عام 1980 بيتعرض عمر لأزمة صحية شديدة، وبيتفاجئ بعد عمل الفحوصات انه مريض بالقلب، والدكاترة بيمنعوه من الغنى لانه ما ينفعش يعمل اي مجهود. لكن عمر بالنسبة له الغنى هو اهم شيء في حياته، فعمر ما بيهتمش بكلام الدكاترة وبيستمر في مشواره الفني عادي. عمر فتحي كان بيحب أسرته جدا وكان مسؤول عن أهله مسؤولية كاملة. وفي الأسبوع الأخير من عام 1986 بيصور عمر أغنية علشان تتذاع ليلة رأس السنة في التلفزيون، أغنية شلتنا، وكانت آخر أغنية بيغنيها عمر. وفي ليلة رأس السنة عمر كان متفق في اليوم ده على حفلات كتير جدا، وقرر عمر إنه ينام عشان يرتاح شوية عشان يعرف يواصل باقي اليوم. عمر فتحي ما كانش متجوز وكان قاعد لوحده في البيت، لكن كان بيتواجد معاه أم سناء الخادمة بتاعته، ودي ما كانتش مجرد خادمة في المنزل، ده كان عمر بيثق فيها جدا وبيتعامل معاها معاملة طيبة هي وأبنائها. وأثناء نوم عمر بيسمع أصوات غريبة داخل الشقة، وبيصحى عمر عشان يشوف فيه ايه. لكن صدمة عمر كانت أكبر من اكتشافه لجريمة السرقة نفسها، لأن صدمته كان اللي بيسرقه هي أم سناء اللي كان بيساعدها دايما هي وأولادها بالفلوس. فبدأ عمر ينفعل من الصدمة ويزعق لها بشدة لأنه مش مستوعب إن دي آخرتها. وكانت نتيجة الانفعال ده إنه ما استحملش وبيموت عمر قبل ما يلحقوه ويجيبوا له دكتور وهو عنده 34 سنة، وبيدفع عمر حياته نتيجة خيانة غير متوقعة. حقيقي اتقي شر من أحسنت إليه.